إذن فهو واسطتنا بينه وبيننا، لأنه صاحب الوحي الشريف. ولذلك ليس من الشرك أن نهاجر إلى الله ورسوله، وليس من الشرك أن نطيع الله ورسوله، وليس من الشرك أن نحب الله ورسوله، وليس من الشرك أن لا تدخل الإسلام إلا إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني لو شهد أحدهم بأن لا إله إلا الله لا يدخل الإسلام. ولذلك الإمام أحمد أجاز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال ينعقد، لأنه ركن من أركان الشهادة، ركن من الشهادتين لا تتم الشهادة إلا به. فلما واحد يقول والنبي انعقد اليمين عند الإمام أحمد. ليه؟ هو مش من حلف بغير الله فقد أشرك، بس مش ده سيد المرسلين، ده ركن الإسلام. وده الحديث في أول البخاري: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الله، هو النية بنشرك فيها رسول الله؟ اسكت يا جاهل، لا تصح نيتك إلا بحبك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي يأخذ بيديك يوم القيامة ويتشفع في الخلق أجمعين حتى يصدق عليه أنه